هديكي حضرتك حاجات نيران تحت رجل الراجل اللي موجود. لازم اعمل حد ادنى الاجور اللي هو ال 1200 امشيه بجد، بس حد اقصى للدخل 42,000. في ناس هتصرخ وتتنطط وتقل ادبها وكله، دولت 20,000 واحد من ال7 مليون اللي هو بيتقاضى 64 مليار جنيه، يعني يتقاضى 46% من موازنه الدوله. ده ياخد يعني بالقديمه على دماغه، مش عاجبك انزل من الحموله يا بابا. انت بتقول والله انا بره في القطاع الخاص عندي كذا، نقول لك هتكوت منين؟ اذا كان الاستثمارات اللي كانت بتيجي لمصر 14 مليار دولار نزلوا وقالوا في انت ضد الاستثناءات النادره؟ ما فيش ولا يا بيه ده يا استاذ سليمان، خلينا واضحين. يعني مثلا قطاع البنوك ما يعني يا باشا مثلا. لا بص حضرتك، لو في ناس كوادر اللي هي واو قوي، أيوة. ده بقى حالنا. ده احنا يا باشا اول امبارح يوم 1/4، يعني دي كذبه ابريل، ده حقيقه للاسف، انا فكرتها كذبه ابريل. طالع تقرير التنافسيه العالميه عن التعليم في 148 دوله، سعادتك احنا طلعنا الدوله 148. شيء يحزن طبعا. يعني ورانا الحيطه. فاكر اسماعيل ياسين وهو بينط في البحر كان كل شويه يرجع قدامه لحد ما ظهره بقى للشاويش قام زقه 148. نوادر ايه ونوادر